والله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بفعل شيء إلا لحكمة لا نعلمها. قال تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. فمثلا عندما يطوف الإنسان بالكعبة تجدوه يطوف عكس عقارب الساعة، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نبدأ باليمين في كل أفعالنا. والسبب في ذلك ما اكتشفته الدراسات الحديثة، أنه عندما يطوف الإنسان بالبيت الحرام عكس عقارب الساعة فالقلب يكون قريبا من الكعبة، وأيضا يكون الدم في دورة عكس عقارب الساعة. وإذا نظرنا إلى الشمس والمجرات والقمر كل هؤلاء يقوم بدورة واحدة حول الأرض عكس عقارب الساعة. والنتيجة أن الإنسان عندما يطوف الكعبة عكس عقارب الساعة فإنه يتفق مع كل هذه المخلوقات، فتجد الكون كله يسبح في نظام واحد وترتيب معين يبين حكمة الله وقدرة الله تعالى، فسبحان الله العظيم.